من هو الأمير ابن السلطان العثماني الذي مات من شدة الخوف بعد غارة جوية؟ غارة جوية شنتها طائرات حربية غير معروفة الهوية تسببت بوفاة عبد القادر أفندي ابن السلطان العثماني عبد الحميد الثاني من 1842 إلى 1918. لم يمت عبد القادر جراء إصابة بالقصف أو بسبب رمي القنابل، بل بسبب الخوف الشديد الذي أصابه، مما أدى إلى وفاته على الفور. رغم أن السلطنة العثمانية كانت تعتمد تاريخيا على الحروب التي شنتها في العديد من بقاع العالم، بما في ذلك العالم العربي، وكان يتم إعداد الأبناء لمواجهة هذه الأجواء العنيفة، إلا أن عبد القادر أفندي لم يستطع سماع أصوات القصف. توفي عبد القادر أفندي نتيجة نوبة قلبية ناجمة عن الرعب بعد غارة جوية على مدينة صوفيه البلغارية خلال الحرب العالمية الثانية. لم يتم تحديد الجهة التي قامت بالغارة الجوية أو تاريخ الوفاة الدقيق. توقف قلبه من شدة الرعب. عبد القادر كان يعيش في بلغاريا منذ صدور القانون الذي طرد الأسرة العثمانية من تركيا في عام 1924، هو والعشرات من أفراد العائلة الذين عاشوا في المنافي بعد أن ألغى مصطفى كمال أتاتورك من 1881 إلى 1938 الإمبراطورية العثمانية. ذكرت شقيقة عبد القادر الأميرة عائشة في مذكراتها أنه توفي في صفيا من الرعب الذي وقع أثناء غارة جوية أيام الحرب العالمية الثانية، مشيرة إلى أنه دفن في المدينة نفسها التي توقف فيها قلبه من الخوف. وصفت الأميرة عائشة شقيقها الذي مات من رعب غارة جوية وكان مولودا عام 1878، أي أنه عاش تحت رعاية والده السلطان العثماني 40 سنة كاملة، بأنه سريع الغضب ومفرط في كل شيء. أنجب عبد القادر 3 أبناء وبنتين بعد زواجه 5 مرات، وطلاقه 3 من زوجاته. ومن المفارقات أن ابن السلطان العثماني الذي مات خوفا من قصف الطائرات أطلق على أحد أبنائه اسما يعود لأحد الأسماء التي يجلها العثمانيون، وهو أرطغرل والد عثمان الغازي المتوفى سنة 1324. كان للسلطان عبد الحميد الثاني ابنة أخرى تدعى الأميرة نعيمة، التي توفيت أيضا أثناء الحرب العالمية الثانية دون معرفة طريقة موتها. يذكر أن السلطان العثماني عبد الحميد الثاني فقد ابنته الكبرى الأميرة علوية وهي على قيد الحياة، حيث توفيت عام 1875 عندما كان لا يزال أميرا ولم يعتل العرش بعد. وفقا للقصة، ماتت الأميرة علوية حرقا بعد أن اشتعلت النيران في جسدها، وهي أول أبناء السلطان بحسب التاريخ الرسمي للأسرة. بعد مأساة وفاة ابنته الكبرى حرقا، واجه عبد الحميد مأساة أخرى بموت ابنته الأميرة خديجة قبل أن تتم عامها الأول. توفيت خديجة بسبب مرض غير محدد. ثم توفي ابنه الأمير محمد بدر الدين بعد عامين من ولادته، أيضا بسبب مرض غير معروف. كما أصاب الموت المفاجئ آخر أبناء السلطان عبد الحميد، الأميرة سامية، التي ماتت وهي طفلة صغيرة بسبب مرض لم يعرف هويته. أشارت الأميرة عائشة في مذكراتها إلى أن هناك من ادعى وجود الجمرة الخبيثة في قصر والدها السلطان. فشل محاولة القبض على ذبابة في هذا السياق، شنت الأميرة عائشة هجوما على طبيب والدها المعروف باسم جميل باشا، الذي ترك مذكرات بعنوان مذكراتي ل80 عاما، وأشار فيها إلى أن مرض الجمرة الخبيثة قد انتشر في السريناي. رغم انتقادها الشديد له،
أكدت الأميرة عائشة وجود مرض الجمرة الخبيثة في قصر السلطنة العثمانية، وأن الدكتور جميل باشا أجرى عملية جراحية لمربيتها التي أصيبت بالمرض. ووفقا لعائشة التي شككت في روايات طبيب والدها، فإن عبد الحميد الثاني استدعى الدكتور جميل وسأله عن كيفية انتقال عدوى الجمرة الخبيثة، فأخبره الطبيب أن العدوى انتقلت عبر الذباب الذي كان في الحمام، فأمر السلطان العثماني بهدم الحمام، إلا أن الطبيب أوضح له أن لا داعي لهدم الحمام، إذ يمكن قتل الذباب الناقل للجمرة الخبيثة باستخدام الكبريت. أمر السلطان العثماني بالقبض على الذبابة التي تسببت بنقل عدوى الجمرة الخبيثة بشرط أن تكون حية وليس ميتة. وكلف بهذه المهمة عاصم باشا الذي خارت قواه وهو يحاول القبض على تلك الذبابة باستخدام مغرفة مغطاة بشبكة صيد السمك. إلا أن الطبيب صاحب المذكرات استأذن من السلطان وتوسل إليه لإنقاذ عاصم باشا من مهمة صيد الذباب، حسب ما نقلته عائشة ابنة عبد الحميد الثاني، والمعروفة أيضا باسم عائشة عثمان أغلي.